مش كل معركة لازم تدخليها، ولا كل نقاش لازم تنهيه، ولا كل إنسان في حياتك هتديله القدرة إنه يتحكم في أعصابك انتي. اسألي نفسك سؤال بسيط: كم مرة تعليق صغيرة أو كلمة صغيرة بوظت لك يوم كامل أو يمكن أسبوع كمان؟ كم مرة سمحتي لحد يقولك كلمة تشككك في نفسك أو يشككك في رأيك أو في قرارك؟ الحقيقة إن في ناس بتحس بالقوة لما بتزعلك وتخليكي منهارة، ويتحكموا في عصبيتك حتى لو بكلمة صغيرة. عشان كده انتي حرمي الشخص ده انه يأثر عليكي. ساعات الصمت بيكون ذكاء مش ضعف، ساعات الابتعاد بيبقى احترام للنفس مش هروب. كملي يومك عادي ولا كأن حاجة حصلت، مش عشان اللي حصل ما زعلكيش، لا انتي ممكن تبقي من جواكي زعلانة، بس ما تسمحيش لحد يبوظ حياتك ويومك بسبب كلمة واحدة اتقالت. لا، علشان انتي قررتي انك تكوني مرتاحة نفسيا وتكوني اقوى من الاول. الست القوية اللي مش كلمة بسيطة يعني تخليها منهارة ومتضايقة. حتى لو انتي كده، ابدأي خطوة خطوة، واحدة واحدة. في الأول، قبل أول ما تحصل المشكلة، اسألي نفسك سؤال: الكلمة دي قادرة ان هي تبوظ يومي كله؟ لا، انا مش هبوظ يومي كله. اغلب الإجابة هتبقى لا، ان الكلمة دي ما تستاهلش ان هي تبوظ يومي، وبتبقى فعلا كلمات ما تستاهلش. اسألي نفسك السؤال ده هيخليكي ما ترديش. طب تعالي تشوفي انتي يعني ايه الموقف اللي بيحصل، ايه الموقف الصح اللي لازم تاخديه، غير ان انتي تكوني منهارة او عصبية. في الاول هيكون صعب عليكي، هتبدأي تبقي متضايقة من جواكي بينك وبين نفسك. بعد كده واحدة واحدة هتبدأي ان انتي خلاص مش هيبقى فارق معاكي، لان انتي قررتي تكوني مرتاحة نفسيا وقررتي تكوني قوية. الست القوية مش اللي اي كلمة تهزها، ولا اي عصبية يعني حاجة بسيطة قد كده تعصبها وتخليها منهارة. اتعلمي تبقي ست قوية ازاي. الست القوية مش اللي صوتها عالي ومتعصبة، الست القوية الهادية اللي مفيش حد يعرف يخترق هدوءها او يعصبها.